من هو رئيس مصر القادم؟ علاء مبارك بيسأل وأشرف السعد بيجاوب، وتوفيق عكاشة طبعا بيتنبأ. حالة من الجدل شارك فيها الكثير من مغردي تويتر بسبب سؤال وجهه علاء مبارك لأشرف السعد. الحكاية بدأت لما أشرف السعد كتب تغريدة قال فيها: يجب أن تقف كل نخب العالم السياسية والدينية والاجتماعية والإخوانية وقف التحية واحترام لشخص ضعيف، فأنا الوحيد في العالم الذي أعلنت قبل عزل مرسي بشهرين على قناة المستقلة أن الفريق السيسي هو رئيس مصر القادم. حتى السيسي نفسه لم يكن يعلم ذلك، وكل قادة الجيش أعلنوا وقتها أنه لن يترشح. هنا بقى راح عمنا علاء مبارك رادد الرد المتين على أشرف السعد بتويتة وقال فيها: طبعا تبقى شخصية عبقرية يا حاج أشرف، وكلنا هنقف لك وقفة احترام وتقدير لو قلت لنا من هو رئيس مصر القادم، بس والنبي بالله عليك بلاش تندفع وخد وقتك كده وفكر قبل الإجابة. طبعا تويتة علاء شعللت تويتر وخلت البوتاجاز يولع، وتفاعل معاها الكتير جدا، ومنهم الإعلامي توفيق عكاشة اللي كتب تويتة هو كمان رد فيها على علاء مبارك قال فيها: طبعا السيد علاء مبارك على المستوى الشخصي هو حبيبي وأنا فعلا بحبه، ولكنه أثار موضوع هو حديث الساعة عن من هو رئيس مصر القادم، موجها سؤاله للأخ أشرف السعد. هنا بقى السؤال ما ينفعش يمر مرور الكرام، سؤال عميق جدا من رجل عميق يعكس أن المرحلة القادمة وارد جدا فيها التغيير، ولم يتوقف أحد أمام عمق الطرح الذي يستبعد المبارك ونظام الحكم الحالي معا ويفتح الباب للتكهنات. طبعا تويتة عكاشة برضو جددت الجدل وانهالت عليه الردود من عينة: يعني انت كمان بتستبعد السيسي وبتستبعد جمال مبارك؟ طب ما تقول لنا بقى من هو رئيس مصر القادم وتحفنا بتوقعاتك وتنبؤاتك اللي ما بتخيبش زي ما عودتنا دايما. أشرف السعد بقى فرحان بان علاء رد عليه، والريتش على التغريدة اصبح عالي وعلى ودنه. رجع وكتب تويتة رد فيها على سؤال علاء واغلق الطريق على عكاشة وباقي المغردين وقال فيها: ماشي يا عم علاء، يعني مش عارف من هو الرئيس اللي جاي ورايح تسأل الحاج أشرف السعد؟ يعني بتقول عليا يا علاء وانا اللي فاكرك اخويا الصغير واقف في ظهري ورايح تحرج الحاج أشرف؟ ده حتى الحاج أشرف كان حبيب أبوك الله يرحمه ويا ما طبل له، ده أنا أكتر واحد طبل للرئيس مبارك، وأنت جاي تشمت فيا أعدائنا وخليت الإخوان ينفخوني. طب خلاص يا عم علاء، راضي بقى الحاج أشرف بكلمتين منك علشان يتشهر؟ في نهاية التويتة قال أشرف السعد: عموما يا عم علاء أنا هجاوبك وهقول لك من هو رئيس مصر القادم. رئيس مصر القادم طبعا هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، قول واحد وسيظل هو رئيسا لمصر حتى يلفظ آخر أنفاسه. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.